المكرونه من اكتر الاكلات اللي الاطفال متفقين عليها وبيحبوها. مش هتبقى مفيده قوي وهي لوحدها، فتعالوا نضيف لها شويه حاجات هتعلي من قيمتها الغذائيه وتخلي الاطفال يحبوها اكتر. اول حاجه البنجر، المشهور عنه انه مليان حديد وهايل جدا للاطفال اللي عندهم انيميا نقص الحديد، بس كمان مليان فوائد تانية كتير زي النيتريتس مثلا. لما ياخدوها قبل التمرين هتحسن من ادائهم جدا. لونه كمان حلو قوي وبيدي صبغه طبيعيه للاكل، وعلشان موجود في جرين هاوس مسلوق بطريقه تحافظ على المعادن والفيتامينز بتاعته، فهتعمله طبق صحي في اقل من 5 دقايق. واللي خلى طعم المكرونه احلى وكريمي اكتر سيزر دريسنج، برضو من جرين هاوس، كل مكوناته طبيعيه وينفع جدا للاطفال لانه من غير اي مواد حافظه. الوصفه دي عرفتها من امهات كتير كانوا بيعانوا من ان ولادهم مش بياكلوا خضار كفايه، فبيجمعوا انواع كتير من الخضار ويهرسوها ويضيفوها للصوص بتاع المكرونه، وده خلاهم يحبوا المكرونه بالخضار، لان كمان التذوق بتاعهم بدا يتحسن ويستجيب للخضار ويتعود على طعمه، فما يكونش غريب بالنسبه لهم لما ياكلوه لوحده من غير صوص. ضيفوا بقى على المكرونه الحاجات الحلوه اللي بيحبوها زي الجبنه او البذور، وبذور القرع وعباد الشمس غنيه بالعناصر الغذائيه زي الزنك، مفيد جدا لنمو الاطفال، وفيتامين اي وحاجات تانية كتير. الجبنه مصدر للبروتين والكالسيوم، وكده الوجبه تكون كامله مليانه الوان وطعمها حلو. جربوها بالهنا والشفا.